ما قلنا دي اسمها تلبيسة، بيبقى فيها أباسين من هنا، متحتاجيش فيها أي دبوس، ودي تلبيسة وطرحة مع بعض، فحاجة كده ايه سهلة قوي وعملية جدا. ولو انتي عداءة بتلعبي جري أو بتلعبي رياضة this is the best. فكده كده ولا فكرة البناء. اوكي بس this is before. يلا نشوف after. Hey there. So cute. Hello everybody. تعالوا نعمل نيو لوك النهارده. طبعا المحجبين يعني في كده حاجه كانت دايما ستايلها سهل بالنسبه لي، وده اللي كنت بتلاقيني دايما بيه في 2022. والنهارده طبعا يعني احنا داخلين على شهر جديد، فانا حابه ان انا اعمل نيو لوك النهارده 1/2/2023. يعني يلا بينا بقى نستغنى عن التلبيسه واللي كانت بصراحه سهله جدا وكانت مريحه جدا معايا في الجري، عشان انتوا عارفين طبعا ان انا رانر وبحب جدا الاسيلاتكس والراننج والحاجات الاكتف عموما، وحتى حياتي في كليه هي حياه بهدله جدا. فاحنا النهارده هنعمل كده نيو لوك وهنستغنى عن التلبيسه، واللي بجد انا برضو شاكره لها قوي، اتبهدلت معايا كتير. ويعني التلبيسه فكرتها سهله جدا، وهي الابزينات بتاعتها بتقفل من ورا، مجرد بتلبسي تلبيسه من غير حتى بندانه. هي فكرتها 2 in 1، هي منها بندانه ومنها في نفس الوقت طرحه. النهارده بقى هنرجع تاني بقى للطرحه والبندانه، بس دي بقى بندانه سوري، ودي طرحه شيفون اسود طويله، عشان هنعمل بقى كده كذا لفه هتعجبكم جدا وبكذا طريقه. فيلا بينا نبدا. طبعا انا لابسه هنا توكه في ايديا، يا سلام بقى لو جبت توكه لون البندانه او لون الطرحه ده هيكون حلو جدا. وتعالوا نبدا اول ستايل للطرحه. بثبتها فوق هنا بدبابيس، وممكن تثبتيها هنا من الجنب، وممكن تثبتيها من تحت فما تحتاجيش اصلا. اول واحده دي هعملها بالتوكه، هستخدم فيها التوكه في التثبيت ده. بعد كده ممكن نعمل واحده قدام واحده ورا، زي ما قلنا بنثبت من هنا كده. الدبابيس فانا بستخدم دبابيس بتستخدم لتثبيت الباترونات والأقمشة عند يا التفصيل. جماعه كده بتتجاب، بتبقى كلها منها فيها، ما بتبقاش ليها راس قوي، حتى راسها فضيه. ممكن تجيبيها دبابيس لون الطرحه بتاعتك برضه عشان ما تبانش قوي. بنثبت زي ما قلنا هنا. طبعا هي الطرحه داير ما يدور حوالين راسك، فما فيش هنا حاجه في الجنب زي فكره البندانه العاديه تثبتيها فيها. ابعد منطقه ممكن تثبتي فيها كجناب هي دي، فممكن تحطي هنا كده. واحنا هنعمل كذا طريقه تانية بنحط فيها الدبابيس، ممكن من ورا هنا ومن قدام هنا، وهنشوف اللوكس بتاعتها وبتتثبت ازاي. وممكن كمان تحلوا اصلا بدبابيس تبقى عليها حاجات فضيه بتلمع. ده الفاينل لوك بتاع اول واحده، وانا هنا عملت واحده قدام وواحده ورا. نشوف الطريقه اللي بعدها. هنا انا استخدمت توكه في التثبيت، هنا هستخدم فيها حلقات. ممكن تستخدمي الحلقه المدوره، او تجيبي حلقات وبتبقى حلقات واسعه او في متوسطه. هي مقاسات زي فكره الحلقه الدائري كده. اوكي، وبدل ما هستخدم هنا التوكة هحط الحلقة دي وهلف برضو الطرحة. ببدأ ان انا برضو اخلي واحدة ورا وواحدة كده قدام، وبتتثبت هنا كده، بيبقى شكلها حلو قوي. وزي ما قلنا ممكن نخلي التوكة اصلا نفس اللون، فبتبقى حلوة قوي. ودي بتبقى ستايل على الواسع، وفي برضو كذا ستايل احنا هنشوفه على متضيق، وبرضو انت ممكن تنفذيه على الواسع، يعني دي حريتك، وايه اللي بيليق على وشك في الاخر برضو. اللي بعدها هستخدم فيها دبوس عادي، وهعمله كمان من قدام. زي ما احنا بقى قلنا انا ممكن بجيب الاتنين اصلا قدام وتبقى عامله كده كده. انا جايبه الاتنين قدام، ممكن كمان تجيبي الاتنين ورا، ممكن تخلي الاتنين عاملين كده لورا. اوكي، ممكن كمان تخلي واحده وواحده، واحده كده وواحده كده. لو انت عندك رسمه فعشان ما تشتتيش المكان قدام، ممكن تخلي ايه واحده قدام بالرسمه وواحده ورا بالرسمه. وبرده ممكن لو انت عندك رسمه على التيشيرت فهنا المناسب قوي ان انت تعملي الاتنين لورا. ممكن اصلا تاخدي الاتنين وتروحي ربطاها ورا، او ممكن تثبتيها اصلا، يعني تاخديها هنا كده وبتدخليها جوه التيشيرت ذات نفسه، بحيث انها ايه تبقى كلها كده مش طالعه بره. تمام. انتي لو هتعمليها حاجه كده، فبالذات التيشيرتس الواسعه، يعني انا بحب ان انا ابقى عامله احتياطي لو التيشيرت رقبته واسعه، فدي مناسبه قوي كده. ممكن مثلا تجيبي واحده طولها متوسط وواحده طويله قوي عشان تعرفي تعمليها مع التيشيرت اللي رقبتها واسعه، وعشان اصلا تعرفي انتي تقيفيها، تعملي جنب وجنب تلفيها كذا لفه، يعني تبقى حريتك. ممكن تجيبي واحده كده وواحده كده بحيث يبقى معاكي التو اوبشنز، فاهماني. نعمل لفه تانية بناخد بيها بقى دبوس لورا. بعد ما عملته كده انا كده مثبتاه من هنا، هبدأ بقى ان انا خلاص الفها على الجنب التاني.
هنا بقى تعالوا نطلع بيها لفوق. هي اكتر واحدة عجباني بعد ما حطينا الدبوس هنا كده من ورا. انا طبعا عملت حسابي ان في جنب قصير جدا، تمام، عشان في الاخر هنعمله كده بسهولة جدا. ده جنب اطول زي ما انتم شايفين كده، هبدأ بقى ان انا الفه. شايفين كده مبينه الوش كله قوي، مبيناه منوراه، مبيناه دائري اكتر حتى من اللي قبلها دي. شايفين؟ بدأت ان انا اعمل كده، ده هنا كده اهو. ما احتجتش فيها اكتر من دبوس ورا ودبوس هنا، واللي ممكن برضو تحطيه هنا كده تحت شويه، ممكن تحطيه هنا، مش لازم حتى تحطيه واحد تاني هنا. شكلها جميل قوي، دي بتدور قوي الوش، بتبين قوي الوش. طبعا هنا هتحطي دبوس تاني هنا كده، اعمل كده. ايه ده كيوت قوي والله. nice new look for 2023. حطيت واحدة هنا كده للتثبيت، اوكي، بعدين بقى احط واحدة تانية هنا. كانت كوتة قوي ممكن تبقى عاملة كده around. حلو قوي. I hope ان انت كمان تلاقي الطرحة اللي انت عايزة تعمليها الفترة الجاية. ويعني زي ما احنا عارفين دايما التغيير حلو، جربي انك تغيري، ادي نفسك فرصة انك بعد ما ترتاحي في واحدة تتعودي عليها تعمليها دايما في السريع كده، عشان طبعا تنجزي حياتك وتركزي بقى في تغيير وتحسين حاجات تانية. وطبعا زي ما تطوير نفسك مهم، لازم برضو تهتمي بالاوتفيت الخارجي. دول شوية لفات كده عملناهم سوا، يا رب نكون فدنا واستفدنا، واللي عنده اي طرق تانية يحطها لنا في الكومنتس تحت. سلام، إلى تحديات ولقاءات قادمة. شروحات بقى وحاجات كده، انتوا دايما عارفين هي ايه يعني محتويات قناتي ومتابعيني. ومتنسوش اللايك والشير عشان ده هيفرق معايا كتير. سلام، إلى لقاء قريب.